ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايين نعمل مع بعضينا عمل جديد هيعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف الخامات بتاعتنا. اول حاجه عندي طاره معدن، ده مقاسها 40، وبكرة خيط محلول قطن اوف وايت ودرجة الاورنج، برضو بكرة محلول قطن 3 ملي، وده خيط كردون محشي. بصوا شكله جميل جدا وفي الشغل بيبقى حلو قوي. هنبدأ اول حاجة بالمقاسات. هقطع خيط الكردون 9 متر. تمام. وهبدأ بقى ايه، هنا نزلت الخيط من تحت الحلقة المعدن، وهبدأ اعمل بيها غرزة اسفارة الصداقة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بجيب طرف وبتنيه زي ما انتم شايفين كده، حط الخيط التاني من عليه وانزله من تحت الطارة وادخله من قلب الحلقة اللي عملتها من الخيط في الاول، واشد الطرفين الاتنين، وكده بقت اول غرزة. انا بثبتها بالمشبك دوت بس عشان ايه ما يتحركش مني كتير. عادي اللي ما عندهوش البلانشيتا ديت عادي خالص يا جماعة، او المشبك دوت عادي. يلا نعملها تاني مع بعض. اهم حاجة عندي يا جماعة ان انا ما اسيبش الجرز تلف مني. لو انا سبت الغرزة ديت ممكن غرزة تبقى فوق وفي غرزة تبقى تحت، لا اخلي كل الغرز في نفس الاتجاه مع بعض. شفتوا حتى الخيط اللي في النص المايلة ديت كلها تحت بعضيهم ازاي، فما خليش الغرز بتاعتي تلف. هكمل. طبعا انا مش هاملة الطارة كلها بالغرزة، فانا هكمل جزء نفس الغرزة وارجع لكم تاني. بصوا هنا بقى يا جماعة، انا عملت هنا تلت الطارة بتاعتي بغرزة عقدة الصداقة او اسفارة الصداقة. فانا عايزة اكمل بقى دلوقتي الجزء دوت. هبدأ انزل خيوط مع الغرزة. تعالوا هنشوف ازاي. هقطع خيط كردون طولها متر. بصوا انا ماشيه عادي غرزه اسوره الصداقه عادي. هدخل في النص غرزه المعكوسه، غرزه البدايه المعكوسه اللي احنا متعودين عليها. تمام. وبعد كده اجيب الفتلتين اللي انا شغاله بيهم واعمل غرزه الصداقه عادي. ركزوا معايا.
اهم حاجة ان الجرز ما تلفش معايا، وان انا اشيد الخيط بتاع الغرزة كويس. تمام، ما خليش غرزة يمين وغرزة شمال وتلف معايا والدنيا ديت. وهكمل بنفس الطريقة، يبقى اركب فتلة متر كوردون بعكس غرزة البداية، وغرزة من الصداقة، واحدة من دي وواحدة من ديت. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ولو لسه بتتعلموا مكرمية جديدة هتلاقوا كورس كامل للمكرمية على القناة. نوروني بالاشتراك. هنا بعد ما عملت 10 فتلات، طبعا بقسمها بالنص يبقى كده 20 فتلة قدامكم مع غرزة صورة الصداقة. بكمل كده، فاضل اهوت يعني تلت الاطار. هكمل شوية كمان وبعد كده هعمل الريشة. هنا في تريكة مهمة اوي يا جماعة، شايفين الغرزة اللي انا ثبتها تحت فتلة؟ انا بعمل غرزة الصداقة الفتلة بتاعتها في النص بينهم. اتمنى انكم تكونوا شفتوها، يعني غرزة البداية انا مثبتاها بين غرزة البداية في النص بالظبط، بدخل التانية بتاعة غرزة الصداقة اهي، بصوا في النص اهو، واقفل عليها. مش هتكلكع معايا ومش هتبقى بارزة قوي، وهتبقى ماشية مع الاطار. هنا هعمل الريشة، هقص خيط طول الفتلة 30 سنتي، وهبدأ اعمل الريشة. طبعا الريشة احنا عاملين فيديو مخصوص للريشة وكل التركات اللي ازاي نثبت بيها الريشة، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا وازاي نحلها. كل الكلام دوت احنا عاملين له فيديو كامل. اتمنى اللي ما شافوش ولا عنده مشاكل مع الريشة يرجع له. هنعمل دلوقتي بقى يا جماعة، هنقسم الفتلات اللي احنا عملناها تحت. احنا عندنا 20 فتلة، هنقسمهم 3 اجزاء ونبدأ نعمل عليهم. انا عندي هعمل خمس ريشات. هعدل الخيوط بتاعتي وابدأ اعمل على كل فتلتين ورقة شجر او ريشة. عايزة هنا 20 فتلة طولها 20 سنتي، هعمل بيها ورقة الشجر. هوزعهم بقى زي ما انا عايزة، يعني مش هعمل ورق الشجر كله في نفس المستوى،
واحدة فوق، واحدة تحت، واحدة في النص، فهوزعهم على حسب نظرتي انا يعني. هنا هعمل دلاية الستارة، عايزة 10 فتلات طولهم 20 سنتي. هاخد ال10 فتلات واجيب خيط من بره، بعمل عقدة، بعد كده شدها كويس واربط بيها ال10 فتلات. كده عملت دلات الستارة. هبدأ اسرح، اشد الفتلات كويس الاول، كل الفتلات بتاعتي اشدها كويس، وبعد كده اسرح. ما تنسوش تسيبولي رأيكم في التعليقات وتقولوا
ازاي نعلقها بقى في المراية بتاعتنا والدلايات بتاعتنا؟ تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ده ورق الشجر اللي احنا عملناه في ارتفاعات مختلفة. عايزة بقى اثبتها، بثبتها ازاي؟ بجيب فتلة من الفتلات على حسب التقسيمة اللي انا عاوزاها، وادخلها في الحلقة واعمل عليها نص غرزة. بصوا هعملها ازاي. واشد الخيط وكده ابقى ثبتها. تقسيمة الريش ورق الشجر بمزاجك، يعني بحسب المنظر العام عندك والتقسيمة اللي تعجبك. هبدأ اسرح بقى ورقة الشجر او الريشة بتاعتي كويس بالفرشة، والزق في ظهرها ورق الفازلين بالمكوى. المكوى عندي جاهزة اهيت وسخنة. سرحتها من الوش، هقلبها واسرحها برضو من الظهر، واثبت في ظهرها ورق الفازلين. اللي عنده اي مشكلة في ورقة الشجر ما بيعرفش يعملها، عنده مشاكل كتير عملها وطلع معاه ضربات كتير، يكتب لي في التعليقات وانا ابعت لكم الفيديو لكل التريكات والمشاكل اللي هتواجهك في ورقة الشجر. احنا عاملين لها فيديو مخصوص. ارجعوا الفيديو، اللي عاوز الرابط يكتب له في التعليقات وانا اكتب له الرابط. كده انا سرحتها كويس اهو. هنا بوريكم بقى ان الخيط الكوردون المحشي دوت بيتسرح عادي خالص بالفرشة. شايفين الشراشيف ديت كلها ديت انا مسرحاها. بجيب الخيط مع بعضه كده وابدأ اسرحها بالفرشة، بتفك لوحدها، بيبقى جميل جدا وسهل جدا في التسريح. بصوا بكل سهولة، ما خدش مني اي مجهود. بقى الشكل كامل هنا بعد ما الشغل بتاعي ثبته طبعا ورق الشجر بعد ما سرحته بفازلين وثبته بالجرة. انا مش عايزه اطول عليكم في شرح ورقه الشجر لان احنا استخدمناها كتير وعملناها كتير مع بعضينا. بصوا بقى منظرها كده. فاضل المرايه بثبتها، هعمل لها فيديو خاص او ريل. لو انتوا حابين طريقه تثبيت المرايه اكتبولي في التعليقات وانا هوريكم طريقه التثبيت في فيديو تاني او في ريل قصير عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. ما تنسوش اللايك والشير وما تحرمنيش من تعليقاتكم الجميله، وباي باي.